الدرس الأول: الأثرياء لا يعملون من أجل المال، بل المال هو من يعمل من أجله. قبل ما نبدأ حابب أوضح حاجة. روبرت كيوساكي ومايك صاحبه، الأب الغني هو أبو مايك، مش الأب الحقيقي لروبرت كيوساكي. الأب الحقيقي لروبرت كيوساكي كان الأب الفقير، بس هو دمج الاتنين عشان يوصل لكم الفكرة عن طريق كده. يعني تفكير الأب الغني وتفكير الأب الفقير، هو بيوصل لكم المعلومة دي. فأنا حابب أوضح حاجة، إن الأب الفقير هو كان الاب الحقيقي لروبرت كيوساكي، والاب الغني في الحقيقه هو كان ابو مايك اللي هو صاحب روبرت كيوساكي. بيقول لك ان روبرت كيوساكي في مره كان بيسال ابوه الاب الفقير: انا عايز اعرف ازاي اكسب فلوس. راح ابوه رد عليه وقال له: استخدم عقلك يا ابني. وطبعا كان بيقصد بكده يعني، او بالرد ده او الاجابه دي اللي هو ايه: ما تسببليش يا ابني احراج عشان انا ما اعرفش. كان روبرت كيوساكي ومايك مع بعض، وابوه روبرت كيوساكي كان موجود. فسالوه قالوا له: ازاي نبقوا اثرياء؟ فراح ابو روبرت كيوساكي قال لمايك: اسال ابوك يا مايك. راح مايك رد وقال: ابويا انا؟ ابو روبرت كيوساكي الاب الفقير راح قايل له: نعم ايوه، فانا ووالدك اللي هو والد مايك عندنا نفس المستشار المصرفي نفسه، لكن المستشار المصرفي بيتكلم بحماس وكده عن ابو مايك اللي هو الاب الغني، ان هو يعني فاهم في المال وعنده معلومات ماليه. سالوا مايك تاني قال له: ابويا انا؟ راح رد عليه مايك قال له: بس احنا ما عندناش سياره جميله ولا بيت جميل زي اصدقائي في المدرسه. اسمع بقى الجمدان اللي جاي ده، اسمع. رد عليه ابو روبرت كيوساكي اللي هو الاب الفقير، رد عليه قال له ايه: مش شرط العربيه الجميله والبيت الجميل يثبتوا ان انت ثري او انك بتفهم في الفلوس وبتجيب كسب المال. فوالد جيمي او ابو جيمي اللي اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو معاه العربيه الجميله والبيت الجميل، بيعمل في شركه، والثري لا يعمل من اجل المال ولا يختلف كثيرا عني. فابو روبرت كيوساكي راح قايل لمايك: انما انت ابوك يا مايك مختلف، فهو بيمني موظفين صانع فيه وكده. وابو روبرت كيوساكي بيقول ان هو متوقع يعني ابوك يا مايك رجل ثري كمان سنوات قليله او كمان كام سنه. المهم اللي حصل بعد ما ابو روبرت كيوساكي اتكلم مع مايك وابنه اللي هو روبرت، راح مايك وروبرت كيوساكي راحوا لابو مايك الاب الغني واستنوه لحد اما فضى. وبعد كده قعدوا معاه وعرفوه ان هم عايزين يعني يتعلموا ازاي يبقوا اثرياء وازاي يجيبوا المال ويوصلوا للثراء. فقال لهم: مستعدين؟ قالوا له: اه تمام مستعدين. اول حاجه هتشتغلوا عندي كل سنه وهديكوا 10 سنتات في الساعه. المهم قعدوا يشتغلوا اسابيع عند ابو مايك الاب الغني، ابنه يبقى مايك. فمايك وروبرت كيوساكي الاثنين بيتعلموا عنده او بيشتغلوا عنده، هو بيشغلهم عنده كل سبت بيديهم 10 سنتات في الساعه، وهم وافقوا على العرض ده. فعدى اسابيع وهم شغالين عنده. المهم وقال لمايك: قليله خالص عشان ابويا قال لي ان ده هيحصل. روبرت كيوساكي اتخنق: انا مش هكمل وهترك العمل ده، انا حاسس ان انا اصبحت عبد لابوه، وكمان الفلوس اللي بيديهاني. راح مايك ضاحك على روبرت كيوساكي. روبرت كيوساكي راح غضب قال له: انت بتضحك ليه؟ ايه المضحك؟ روبرت كيوساكي قال لمايك كده وبتاع، واتفقوا ان هم ايه، ومايك قال هيقول لابوه عشان روبرت كيوساكي يقابل ابوه. استنوا السبت اللي بعديه، وبعد كده راحوا عشان يقابلوا ابو مايك. روبرت كيوساكي كان رايح، وابوه الفقير قال له: اطلب منه المبلغ اللي انت تستحقه. الاب الفقير كان بيكلم روبرت كيوساكي انه يكلم ابو مايك انه يديله فلوس ازيد من اللي كان بيديها له. روبرت كيوساكي ومايك قابلوا الاب الغني اللي هو ابو مايك، وروبرت كيوساكي قاعد يتكلم معاه وبتاع متعصب: انت ما علمتنيش حاجه، انت استغلتني، انا طفل انا كده. وراح قايل لي: انت ما علمتنيش، انت ما اتكلمتش ليه؟ عدى اسابيع وانت ما كلمتنيش، ما علمتنيش اي حاجه عن الصراحه. رد عليه ابو مايك بكل هدوء: هو هل يعني التعليم اعلمك بالكلام والمحاضرات بس كده؟ رد عليه روبرت كيوساكي وقال له: ايوه نعم. رد عليه ابو مايك وقال له: هذه الطريقه اللي بيعلموك بيها في المدرسه، اللي هو اللي بيعلموك بالكلام او عن طريق المحاضرات، لكنها او ليست او مش دي الطريقه اللي بتعلمك بيها الحياه. طبعا روبرت كيوساكي متعصب وهو بيكلم ابو مايك. رد عليه ابو مايك: بصوا، انا اول مره اتنين من اللي شغالين عندي يطلبوا مني، او اول اتنين يطلبوا مني ازاي يبقوا اثرياء. انا شغال عندي 150 موظف، مفيش حد منهم سالني خالص، فانتوا اول اتنين تسالوني عن ازاي تبقوا اثرياء، لكن بيطلبوا منه ان هم يتوظفوا وياخدوا مرتب. برضه روبرت كيوساكي صغير ومش فاهم اللي هو بيتكلم، الكلام ده كبير عليه. راح قايل له: ايه اللي انا اتعلمته من ان انا اخد 10 سنتات واشتغل، ان اشتغل عندك واخد 10 سنتات؟
في الساعه ايه اللي انا استفدته او ايه اللي انا اتعلمته؟ رد عليه ابو مايك وقال له انك تغير نظرتك، ما تجيبش اللوم عليا وعليه وعلى. فلو فكرت ان انا مشكلتك فانت هتغيرني انا. روبرت كيوساكي راح قايل له بص، انت لو ما اعطيتنيش فلوس اكتر ومبلغ اللي انا استحقه انا هسيب العمل ومش جاي تاني. رد عليه ابو مايك اللي هو الاب الغني قال له بص، اغلب الناس بتعمل كده، بيدوروا على وظيفه تانيه على مرتب اعلى، مفكرين ان المرتب الاعلى او الوظيفه التانيه هي اللي هتحل المشكله، لكنها مش هتتحل. روبرت كيوساكي قال له امال ايه اللي هيحل المشكله؟ رد عليه ابو مايك وقال له هذا الشيء اللي بين اذنيك اللي هو مخك. مايك كان بيقول ان ابوه بيقعد يقول مثلا، بيردد كلمات شبه الفقراء والطبقه المتوسطه يعملون من اجل المال، بل الاثرياء المال هو من يعمل من اجله. روبرت كيوساكي قابل ابو مايك تاني وقعدوا يتكلموا. المهم روبرت كيوساكي كان بيسال ابو مايك طب هو انت ليه بتدفع للناس او الموظفين بتوعك المبلغ الصغير ده؟ مش المفروض تديهم مبلغ ازيد من اللي انت بتديهولهم؟ رد عليه ابو مايك وقال له المرتب الاعلى مش هيحل المشكله. طب ما هو ابوك يا روبرت كيوساكي اللي هو الاب الفقير بيقبض مرتب عالي، ولكنه هيذل او هيفضل يعاني من تسديد الفواتير بتاعته. فاغلب الناس نفقاتهم بتزيد لما المرتبات بتزيد. قبضوا 4 بيصرفوا 4، قبضوا 5 بيصرفوا 5. قال له انت ابوك راح المدرسه وتعلم تعليم عالي واخد وظيفه بمرتب عالي، ولكن المشكله ما اتحلتش عشان ما اتعلمش حاجه عن طبيعه المال او ما يعرفش حاجه عن الفلوس. المهم قال له كله بيتعلم ازاي يعمل لاجل المال. ابو مايك قال لروبرت كيوساكي كله مآمن بفكره انك تعمل لاجل المال. رد عليه روبرت كيوساكي وقال له طب وانت بتؤمن بكده؟ راح قايل له لا، انا مآمن بفكره ان المال يعمل لاجلي، فانا رغبت او عزت ان اتعلم كيفيه المال يعمل لاجلي. لكن بقى لو انت يا روبرت عايز الفلوس تعمل لاجل الفلوس فخليك في المدرسه، فده شيء هيعلمك كويس او تؤمن بالفكره دي. لكن لو عايز الفلوس تعمل لاجلك فساعتها ده موضوع مختلف تماما، ولو اردت ان تتعلم فانا هعلمك.